السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى غدا جامد جدا. يعني عارفين اكل الشتاء المفضل اللي هو العدس بقى، وهنخلل كده قوطه كده ونعمل شويه حاجات جامدين كده. اتفرج على الفيديو الاخير، يا رب يعجبك، ومن فضلكم بالله عليكم يا ريت لايك يا جماعه. اللايك يعني مش هيخسركم حاجه والله، يعني بالعكس ده هيرفع لنا الفيديو. آه انا بقاوح كده وبشتغل وبعمل شغل وانا اصلا مش قادره اتحرك وتعبانه جدا واخده برد جامد، يعني بالله عليكم لايك عشان مش تبقوا انتوا والبرد على ايه. معانا هنا يعني نص كيلو عدس، انا شلت منه شويه. انا بحب اعمل العدس ده اخلصه في وقتها، تمام؟ يعني ما بيتش منه شويه ولا الكلام ده. معايا هنا بصلايه كبيره، طماطمايه، فصين توم، جزرايه حلوه كده، ومعايا بطاطسايه كله انا مقطعاه صغير كده. معايا بطاطسايه، يعني من كل حاجه واحده واحده: بصلايه، طماطمايه، جزرايه، بطاطسايه، فصين توم. تمام. هحطهم طبعا كده، لازم وانت اول ما تحط العدس كده تولع عليه لازم تحط معاهم عشان يستووا. فاهماني؟ الاكله ديت مفيده جدا وجميله جدا، وعايزه اقولك ممكن تسيبي اي حاجه وتاكليها، يعني حلوه جدا من كتر ما هي طعمها حلو. انا النهارده هعمله بطريقه جديده جدا، هعمله باللي هو الطشه، بطريقه صعيدي كده جامده جدا. يعني دايما حماتي وامي بيعملوه بالطريقه دي، طريقه تحفه تحفه تحفه. طبعا هتلاقي كله كده المكونات بتاعتك كده استوت، الجزر والبطاطس والكلام ده استوت، يعني لما تدوسي كده فيها بمعلقه كده ولا حاجه تبصي لها بتكسر معاكي. تمام. شايفه؟ طبعا انا هسيبها تبرد شويه عشان ما تحطهاش في خلاط وهي سخنه كده. لو حطيتيها في الخلاط وهي سخنه كده الخلاط بتاعك هيبوظ، بعد الشر يعني. فبلاش، انا سبتها كده، طفيت عليها، سبتها تهدى شويه، ما تبردش، تهدى شويه يعني، حلوين كده. فاهماني؟ ضربتها طبعا في الخلاط ورجعتها تاني مكانها في الحله. طبعا ما صورتكش المقطع ده وانا بضربها في الخلاط. تمام. معايا هنا معلقتين توم مفرومين حلوين، او معلقه كبيره كده توم حلو قوي، ومعلقتين سمنه. هتقعدي كده زي ما تكوني بتعملي ملوخيه. عارفه انت طشه الملوخيه بتاعتنا؟ بالظبط كده. فاهماني؟ هتقلبيها كويس لغايه ما تصفر كويس قوي. فاهماني؟ ومعايا طبعا طماطميه ضربها في الخلاط من غير اي حاجه خالص، طماطميه واحده كده ضربها في الخلاط، عليها سن السكر صغننه خالص خالص خالص، فتفوته كده يعني. تمام. وتسيبيها كده تتسبك كويس. انا عايزاكي تجربي العدس بالطريقه دي، تحفه. احنا مش بنحبه بشعريه، احنا بنحب شوربه الشعريه لوحدها، بس شوربه العدس بالشعريه لا. ديت كده معلقه ملح، دي معلقه تلات بهارات بتوعتي اللي هو فلفل اسود، كمون، كزبره. اساسي انا تلات بهارات ده في اي حاجه. واحده ماجي. تمام. ديت كل التوابل اللي انا حطيتها، انا ما كترتش حاجه اكتر من كده يعني. وطبعا الملح والحاجات دي على حسب مزاجك انتي. انا مش بحب احط فيه شطه علشان خاطر الاولاد عندي صغيرين مش بيحبوا الشطه، انا بحبها انا ابني وجوزي الكبير، يا ابني الكبير وجوزي، بس الاولاد الصغيرين مش بيحبوا الشطه. طبعا بسيبها تسبك كده كويس قوي. فاهماني؟ تسبكي كويس جدا، بتنزلي بيها ايه على حله العدس. فاهماني؟ عايزك كده تجربيها بالطريقه دي تقولي رايك فيها. بالله عليكم لايك يا بنات، بالله عليكم لايك يا اخواتي يا صحابي يا حبايبي. عشان اصلا القناه والله في النازل وانا نفسيتي زفت الصراحه يعني. كنت بتقلبيه كويس، بتسيبيه كده يغلي غلوه. انت بعد ما تضربيه في الخلاط بتولعي عليه تاني، بيغلي غلوه وخلاص. تمام. بصي بقى هنقدم معاه ايه. شايفه اساس البصل الاخضر؟ البصل الاخضر كويس جدا في الشتاء بالتحديد. البصل الاخضر فيه فوائد كتير جدا يا جماعه. حببوا ولادكم في الحاجات دي. الجرجير والبصل الاخضر ده عندي اساسي، والحمد لله ولادي بيحبوه جدا يعني. بيحبوا السلطه جدا، بس ما عملتش معاه سلطه، خليت معاه قوطه وقدمت الحاجات دي. الطبق الصغير اللي قدام الاول خالص ده كان فيه عيش انا مقطعاه صغير، العدس كده بعد ما غرفته. تمام. الخلطه ديت انا عاملاها يا جماعه: توم مفروم، طماطميه واحده مفرومه وتوم مفروم، وسنه خل، او نص ليمونه، شطه سنه صغيره عشان اصلا كده كده الولاد مش بياكلوا القوطه دي، اللي هو بخلي القوطه يعني. فاهمين انتي؟ التلات بهارات بتوعتي: سنه ملح، سنه سكر صغنطوطه خالص، سنه خل، آه شويه ملح كده، وشويه شطه. تمام. بيبقى تحفه كده الموضوع ده جنب العدس.
والطبق الصغير ده اللي ما قلتكيش ده ابني انا مقطعه له عيش صغير خالص.